سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الطلاب؟ أتمنى أن تكونوا بخير. احنا النهاردة هنتكلم على أول درس علينا في المنهج في الترم الثاني Powers and Exponents Part 1. طبعا زي ما قلت لكم من شوية عندنا 4 يونتس، يونت 1 و 2 و 3 و 4. احنا معادنا النهاردة مع أول درس في يونت 1. في الدرس ده بنتكلم أول حاجة على Repeated Multiplication. Repeated Multiplication Exponential Form. لو احنا كنا أخدنا في primary stage عندنا 3 plus 3 plus 3 plus 3. ده كده معناه 3 times 4 لأن 3 متكرر 4 مرات اللي هي 12. طب لو احنا عندنا بقى 3 times 3 times 3 times 3، ده بقى بنسميه repeated multiplication. ده كده كان اسمه repeated addition، إنما ده اسمه repeated multiplication. في الريبيتد اديشن خدنا رقم واحد عملنا له تايمز عددهم، هم متكررين 4 مرات فعملنا 3 باي 4. انما الريبيتد مالتيبليكيشن بنعمل الرقم ونعمل باور 4، يعني نحط باور من فوق كده. تمام، يعني هنا دي علشان ال 3 متكرره 4 مرات فحطينا لها باور 4. ده بنسميه باور. انا خدناه في جونيور 6 برضو، بنسميه باور او اكسبوننت او اندكس. 3 كلمات دول بنفس المعنى، اللي هو الرقم اللي فوق ال 3. هي 3 هنا متكرره 4 مرات بالمالتيبليكيشن فنعملها 3 باور اوف 4. لو متكرره 3 مرات يبقى 3 باور اوف 2. متكرره مرتين يبقى اسف، لو هي 3 مرات 3 باور اوف 3. لو هي مرتين 3 باور اوف 2. لو هي 5 مرات 3 باور اوف 5 وهكذا. اللي تحت ده بقى بنسميه البيز. ده بنسميه البيز. زي ما هو كاتب هنا: the result of multiplying repeated factors can be expressed using the powers or exponential form that has an exponent and a base. ده كده ال 3 متكرره 4 مرات فاللي تحت سماه base واللي فوق الاكسبوننت indicates the number of times the base is used as a factor is read as 3 raised to the power of 4 or 3 to the power of 4 meaning 3 multiplied by itself 4 times. نبدأ بقى نحل أسئلة عليه. اللي عايز يحل يرفع ايده. يلا بارود. احنا هنا عندنا 7 متكررة كم مرة؟ 3 7 بار اوف 3. يبقى 7 باور اوف 3. طب هنا النيجاتيف 2 متكررة كم مرة؟ 5 مرات. يبقى دي نيجاتيف 2 باور يبقى اوف نيجاتيف 5. 2 بار. بس كده. طب هنا ال 3 متكررة مرتين تبقى 3 باور اوف 2. والاي متكررة 3 مرات تبقى اي باور اوف 3. ايه بالشكل ده. طب هنا النيجاتيف اكس متكررة كم مرة؟ 4 مرات. يبقى دي نيجاتيف اكس متكررة 4 مرات اهي. طب وال 5 اوفر 9 وال5 اوفر متكررة كم 9 مرة؟ كرر 3 مرات، يبقى 5 اوفر 9 باور اوف 3. صح. طبعا لو انت عايز تحط ما بينهم مالتيبليكيشن كده في النص عادي ممكن تحط المالتيبليكيشن. تمام كده. فيها مشاكل؟ اشكر. طيب اللي ما فهمش دي يفهم اللي بعدها. هتلاقيني دايما وانا بحل كده، تلاقيني بحل دايما الفكره مرتين. يعني هتلاقيني بحل السؤال وبعدين بجيب لك سؤال زيه تاني. يعني كل سؤال هتلاقيه متكرر مرتين، فلما ما فهمتش الاول تفهم التاني. قول لي يا يوسف يا عماد، ها النيجاتيف 8 هنا متكرره كم مره؟ 1 2 3 4 5 اه 6. 6 تايمز. 5 دول 5 5 بس، صح كده 5 5 بس. 5 5 يبقى انا اقول له كده هي نيجاتيف 8 5 باور 5. نيجاتيف 8 باور 5. باور 5. طيب هنا نمبر 2 3 اوفر 4 متكرره كم مره؟ باور 4. 4 اه. طب هنا خد بالك، واي هو باور هو 2. هو واحد يقول لي طب انت ليه ما بتجيبش الاجابه يا مستر؟ ما تجيب الاجابه، يعني اعمل 3 باور 4 شوفها بكام، واعمل 4 باور 4 شوفها بكام، او ممكن نعملها على الكالكليتور لو انتوا عايزين. نقدر نعملها على الكالكليتور. بس هو مش عايز الاجابه، هو عايز ايه؟ بيقول لي write each of the following using exponents، يعني هو عايز يكتبها بس بشكل الاكسبوننت. انا بقى عايزين نجيب الاجابه سهله هنجيبها، وهنشوف مسائل دلوقتي هنجيب لها اجابات. تمام. ها واي نمبر باور 3. 2. واي y باور باور 2 2 واي باور 3. تايمز a باور اوف 3. اه ممكن اكتبها كده y باور اوف 2 a باور اوف 3، الزقهم في بعض كده عادي مفيش مشاكل. تمام. يلا نيجاتيف 7 باور 2 تايمز m وتايمز باور. ام باور 2. اه وممكن اكتبها نيجاتيف 7 باور اوف 2 m باور اوف 2 على طول لازقين في بعض كده. طيب قولي لي يا ديم، لو احنا عندنا حاجه زي كده هنا بقى بيقول لي find the value of each of the following. ممكن اعملها بالكالكليتور. تعرفي تعمليها بالكالكليتور؟ ايوه. هنفتح الكالكليتور نعمل زرار القوس ونكتب 2 ونقفل ونعمل باور والحفظ. 3. واحد يقول لي بس يا مستر هي في المساله هنا ما كانش فيها اقواس. اقول لك بس انا دايما اتعود تحط الاقواس دي، اتعود دايما تحط الاقواس. هتعرف ليه بعدين.
لان أنا هي المشكله عموما بتبقى في النيجاتيف زي المساله اللي جايه دي، ان النيجاتيف دي لو انت ما حطيتش اقواس هتبوظ المساله. خلينا في المساله دي الاول، هي 2 باور اوف 3 طلعت معانا كام؟ 8. عارفه ليه بقى طلعت 8؟ لان 2 باور اوف 3 دي أيوة اصلا احنا قرأنا معناها، الاثنين 2 تايمز 2 تايمز 2 3 مرات. ايوه 2 تايمز 2 دي ب 4، 4 تايمز 2 ب 8. 8. طيب تمام. تاني واحده هنا نيجاتيف 3 باور اوف 4، تعالى نعملها على الكالكليتور. افتح القوس واكتب جواه نيجاتيف 3 واقفل القوس 3 واعمل زرار بس الباور. بقى. عارفه فين زرار الباور ولا مش عارفه؟ أيوة عارفة اللي هو، يعني هو يعني هو مش عارفة أوصفه بس. جنب السكوير روت، عارفة يعني. جنب السكوير روت على طول في زرار لو دوست عليه يعمل لك باور اوف 2 جاهزه. جنبه بقى تاني بعد. الزرار اللي جنبيه بقى يعمل لك مربع وانت تكتب فيه الرقم اللي انت عاوزه. أيوة. طبعا دي هتبقى طلعت معانا كام؟ 81. 81. ليه طلعت 81؟ لا انت عندك عشان دوشه، عملنا هيك. عندك دوشه، عندك دوشه. كملي يا مريم. ليه طلعت 81؟ لان دي نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 تايمز تايمز نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3. فهنلاقي النيجاتيف دي راحت مع النيجاتيف دي والنيجاتيف دي راحت مع النيجاتيف دي، دول مع بعض 9 ودول مع بعض 9، فتبقى 9 تايمز 9 اللي هي 80. هتسمع يكون 81. طب اللي بعدها دي نيجاتيف 1 اوفر 2 اول باور اوف 5، تبقى هنعمل نيجاتيف 1 over تعالى نعملها على 2 تايمز. الكالكليتر. اه قوس ماشي. وادي نيجاتيف وادي 1 وادي اوفر وادي 2 واقفل القوس واعمل باور اوف 5. هيطلع نيجاتيف 1 over 32. طلعت نيجاتيف 1 اوفر 32. طب عايزين نعملها بمخنا، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2 5 times. تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2. طبعا هنا النيجاتيف دي هتروح مع النيجاتيف دي والنيجاتيف دي هتروح مع النيجاتيف دي، بس دي هتنزل معانا في الاجابه. ومن فوق 1 تايمز 1 تايمز 1 تايمز 1 ب 1، ومن تحت 1. 2 تايمز 2 4، 4 تايمز 2 8، 8 تايمز 2 16، 16 تايمز 2 32. عشان كده طلعت معانا نيجاتيف 1 اوفر 32. طبعا اللي فوق بقى لو انت كنت كتبتها على الكالكليتر من غير الاقواس، يعني عملت نيجاتيف 3 كده وعملت باور 4، هتطلع نيجاتيف 81، مش هتطلع 81. وطبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لان الباور الايفن هنتعلم كمان شويه ان الباور الايفن ده بيشيل النيجاتيف. طب هو بيشيل النيجاتيف ليه؟ لان هي دايما بتبقى رقمين رقمين رقمين، فكل اتنين نيجاتيف بيروحوا مع بعض. فانت عموما علشان الدنيا ما تبوظش منك، دايما لو عندك اي باور عايز تكتبه على الكالكليتور دايما حوط عليه باقواس، علشان لو في نيجاتيف وانت ما حطيتش اقواس النيجاتيف دي هتبوظ المساله. لما حطينا اقواس طلعت 81، انما لما شلنا الاقواس طلعت نيجاتيف 81. يعني هي كانت نيجاتيف 81، انا هحط الاقواس اهي بقت 81. تمام؟ فحته الاقواس دي مهمه خلي بالك منها. Find the value of each of the following. هنعمل 5 positive 5 by positive 5. هنعملها 3 مرات. صح. يبقى انا اقول له دي كده هتبقى 5 باور 3 دي معناها 5 تايمز 5 تايمز 5. ممكن اعملها على الكالكليتر 5 تايمز 5 25، 25 تايمز 5 125. عايز اعملها على الكالكليتر، ادي القوس وادي ال 5 وادي الباور وادي ال 3، طلعت 125. تمام؟ تعرفي بس تعمليها على الكالكليتر؟ واحنا لو حطينا الأقواس ما بين الفايف وبعد الباور هتكون صح برضو، ولا نحطها قبل الباور؟ هي الصح ان هي تتحط قبل الباور، لكن مش هيبقى فيها مشكله في مساله زي دي. ممكن يبقى فيها مشكله في مساله زي دي، فاهمه؟ المساله اللي بيبقى فيها نيجاتيف هي اللي بتلخبط. مم. يعني لو عملت تمام. الكلام ده هنا هتطلع معاكي غلط. هنا بقى دي نيجاتيف 4 باور اوف 2، لو هعملها على الكالكليتر سهله. طب عايز اعملها بمخي، يبقى دي نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 4، فالنيجاتيف هتروح مع النيجاتيف و4 تايمز 4 ب 16. لو جينا عملنا على الكالكليتر اهو نفتح قوس وادي نيجاتيف وادي الفور ونقفل القوس ونعمل الباور اوف 2، طلعت 16. طب لو ما عملناش الاقواس هتطلع نيجاتيف 16، وده غلط. ممكن اجيب لك المساله اختيارات واحط لك 16 واحط لك نيجاتيف 16، لو اخترت النيجاتيف تبقى غلطان. تمام؟ طبعا الحته اللي سيرين بقى كانت عايزه تقول عليها، كانت عايزه تعمل القوس كده وتعمل القوس بعد الباور كده، برضه هتبقى غلط. لازم القوس يتحط قبل الباور كده، تحط القوس الاول وبعدها الباور بالشكل ده. طيب السؤال اللي بعده 1 over 3 all power of 3، دي عشان نحلها نعملها 1 over 3 times 1 over 3 times 1 over 3.
من فوق هتبقى 1 ومن تحت 3 تايمز 3 9 تايمز 3 20. اكزامبل 3 احمد شوقي. write each of the following in the exponential form such that the base is a prime number. الأول تعرف تقول لي مين هم البرايم نمبرز؟ prime numbers هما 2 numbers like 3 2 5 7 11 13 23 29 and so on، ما بيخلصوش، صح كده؟ صح يا مستر. البرايم نمبرز دي البرايم اللي عندها ايه؟ او النمبرز اللي عندها ايه؟ only only two 1 factors. 2 اللي هو ال1 والرقم نفسه. ايوه اللي هو ال1 والرقم نفسه، اللي هي الارقام اللي مش بنيجي نقدر نجيبها غير من التايمز بتاع ال1. زي مثلا ال5 بنجيبها 1 تايمز 5 بس، هل تقدر تجيبها بطريقه ثانيه؟ لا. انما لا حاجه زي ال6، هل ال6 موجوده في البرايم نمبرز؟ لا. لا ليه؟ لان احنا نقدر نجيبها عن طريق 1 باي 6 ونقدر نجيبها عن طريق 2 باي 3، فاحنا قدرنا نجيبها بطريقه ثانيه غير ال 1 باي 6. تعرف لو هي كانت 1 باي 6 بس كنت سميتها برايم. أيوة. في المساله دي بقى هو عايزك تحول ال 64 دي لبرايم نمبر باور حاجه، تمام؟ هو ما فانت ينفعش علشان الا تقدر الاثنين، قول. ما ينفعش الا الاثنين، لان احنا لو جربنا على كل النمبرز ديفايد هيبقى رقم مش يعني انت رقم لا، بوينت انا هقول كذا. لك، انت علشان تقدر تحل السؤال ده هتقعد تفصص المساله كده يعني. هعمل البرايم فاكتورايزيشن اللي اخدناه في جونيور 5 وجونيور 6 ماشي لو احنا تفتكر. ممكن نعمل سر 2 باي 8 باي 8 ايه رايك؟ 8 باي 8 ماشي. اه وال وال8 2 باي 4 وال2 وال2 برايم خلاص. ايوه. حط عليها دايره وال4 الفور لسه. هتكون 2 ب 2 وال8 بس هتكون خلاص يبقى دي بص البرايم تحط عليه دايره، وهنا نفس الكلام، اه صح كده؟ ايوه. يبقى انت عندك كام 2 ظهرت لك؟ ادي واحد، ادي الثانيه، واحد ادي الثالثه، اتنين تلاتة ادي أربعة الرابعه. خمسة ستة سبعة ستة. بس يبقى دي يبقى 2 2 باور. باور 6. تعالى جرب كده 2 باور 6 على الكالكليتور. 2 باور 6 احنا قلنا ما دام ما فيش نيجاتيف مش لازم اقواس. 2 باور 6 طلعت 64 اهي، في حاجه صعبه؟ تعال شوف بقى حاجه زي دي. 300 دي تفكها ايه؟ 3 باي 100، ال 3 برايم اهو. أيوة. فال 100 100 هنخليها 2 لا هنخليها عادي 2 ماشي باي 2 50. باي 50. انت فك ماشي. براحتك عادي، وال 2 باي 5 50. باي 5 باي 10. 5 باي 10 ماشي، ال 5 برايم ها. لا أنا ما أظنهاش إن هي تنفع كده. ليه؟ أظن إن هم عايزين رقم واحد معين، ولا لا هو عادي عادي. عادي. تعال نكمل ادي ال 2 باي 10. 5 2 2 باي باي 5 5 يبقى انت عندك هنا في كام 2؟ اتنين، وفي 2 5 بس بص بص وفي بص 1 يبقى 2 باور اوف 2 تايمز تايمز 3 باور 3. في 2 5 الاول اهو، ايوه 5 باور اوف تايمز 2 5 باور اوف 2 تايمز 3. 3 باور اوف 1 اهو. ايه رايك؟ تنفع ولا ما تمام تنفع؟ تنفع. ايه اه صح كده. انا حسبت قصده تعال. واحد، انا حسبت قصده رقم واحد بس ينفع معايا. لا 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 عادي. ممكن تعال نجرب بقى، اعمل 2 باور اوف 2 تايمز 5 باور اوف 2 تايمز 3 باور اوف 1. ملوش لازمه ال1 مش هنكتبه يعني، 3 باور اوف 1 ايوه. هي 3. طلعت 300 دي صح كده؟ بس كده. اللي ما فهمش دي ايوه يفهم اللي بعدها. مروان نفس الكلام، عايزك تكتبها بشكل البرايم نمبرز. ال 216 دي واحد يقول لي مستر بس 216 دي صعبه عليا شويه، انا مش عارف اعملها بمخي. بسيط، تعال نعملها بالكالكليتر. اول حاجه تعملها تقسم ال 216 على 2، طلعت لك كام؟ 108. يبقى انا هاخد ال 2 برايم وال 108 هفكها تاني ازاي؟ اقسم ال 108 على 2 تدي لك 54. خلاص ادي ال 2 وادي ال 54. اقسم ال 54 على 2 كمان 27. اهو هتطلع معاك 27. خلاص يبقى هنا 2 وهنا 27. بص بقى ال 27 هتيجي تقسمها على 2 هتدي لك ديسيمالز، مش هينفع. خلاص اقسمها على 3. ما لو ما نفعتش على 2 اقسمها على 3. طب لو ما نفعتش على 3 اقسمها على 5. اوعى تقول لي اقسمها على 4، لا تقسمها على 5. 9. ليه؟ ان احنا بنقسم على البرايم 9. نمبرز. البرايم نمبرز اللي قلناها هنا اللي هي كام وكام وكام اهم. 2 و3 و5 و7 11 13 17 19 23 29 23 29. ادي البرايم نمبرز دي هي اللي نقسم عليها بس. هتقسم على ال2 ما نفعتش ال2 تقسم على ال3 ما نفعتش ال3 تقسم على ال5 وهكذا. ده لو الرقم صعب، انما لو الرقم سهل
تقدر تجيبه بمخك. تمام. يبقى هنا ال 27 دي اقدر اقسمها ل 3 باي 9. ما هي ال 27 لو قسمناها على 3 تديني 9، وال ممكن 9 قلناها على اقدر 3 يبقى اقسمها 3. ل 3 باي 3. خلاص كده خلصت المسألة. اه كده عندنا كام 2؟ 3 3 2. 3 وعندنا كام 3؟ 3 برضه. 3 3. يبقى هي 2 باور اوف 3 تايمز 3 باور اوف 3. لو جيت كتبت ده على الكالكليتور هيطلع لك 216. تمام. تمام. قول لي اللي بعدها. ال 180 هتبقى 90 90 طبعا. يعني ممكن تعملها 2 تايمز 9 تساوي. وممكن اه واحد تاني يقول لي انا اعملها 18 باي 10. ده صح وده صح. هل ال 18 تمام. برايم؟ لا، افكها 2 باي 9. دي برايم، ال 9 افكها 3 باي 3. صح. ايوه دي 2 باي 5 وال 2 برايم وال 5 برايم. 5 عندك برايم. كام 2؟ 2 2 و2 3 وواحده 2 غلبانه 5. صح. ايوه يبقى هتبقى 2 باور اوف 2 تايمز 3 باور اوف 2 تايمز 5 باور اوف 1. تعال نتاكد. 2 باور اوف 2 تايمز 3 باور اوف 2 تايمز 5 باور اوف 1. قول باور اوف 1 ملوش لازمه وطلعت 100. دي متظبطه فيها مشاكل. هنبدا دلوقتي نتكلم على الايفن اند اود اكسبوننتس اوف ا نيجاتيف بيز، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. قلت لك لو في نيجاتيف بتبوظ لك الدنيا، فانت خلي بالك حط اقواس. طب ليه لو في نيجاتيف بتبوظ لك الدنيا؟ قلت لك علشان لو الباور ايفن بيبقوا اتنينات اتنينات اتنينات، فكل اتنين نيجاتيف بيروحوا مع بعض. طب لو الباور اود بيبقوا اتنينات اتنينات وفي الاخر بيبقى في واحده. يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي انا عاوز اقوله؟ ان احنا لو عندنا مثلا نيجاتيف 2 باور اوف 5 وعندنا نيجاتيف 2 باور اوف 6، دي هتبقى نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2. او دول 5 مرات. مش هنقعد نعيد الخمسه بقى تاني. اهو ناخدها كوبي وادي بيست ونزود عليها واحد. وبارك الله فيما رزق. يا سلام عليك يا مستر، يا سلام عليك. اها بص بقى. الباور الاود هتلاقي ايه؟ في اتنين مع بعض اخوات واتنين مع بعض اخوات وواحده غلبانه. واحده غلبانه. انما الباور الايفن هتلاقي اتنين مع بعض اخوات اتنين مع بعض اخوات اتنين مع بعض اخوات، مفيش حد غلبان، كله مع بعض. فعند الباور الايفن ده هتلاقي كل اتنين نيجاتيف بيروحوا مع بعض مع السلامه، ودول يروحوا مع بعض مع السلامه، ودول يروحوا مع بعض مع السلامه، فالنيجاتيف بتطير، ما بيبقاش في نيجاتيف في المساله. عشان كده بنقول ايه؟ لو الباور ايفن النيجاتيف بتتشال. طب لو الباور اود هتلاقي ان النيجاتيف دي راحت مع دي والنيجاتيف دي راحت مع دي، والغلبانه دي يا عيني النيجاتيف بتاعتها ملهاش حد تروح معاه فبتنزل في الاجابه. لان بيبقى في نيجاتيف واحده فاضله ما راحتش خلاص. انما تحت كل اتنين راحوا مع بعض خلاص مفيش حاجه اتفضلت. فمن هنا الاجابه هتبقى 2 باي 2 4 و2 باي 2 4 و2 باي 2 4، فتبقى 4 باي 4 باي 4 اللي هي 64. انما هنا دي هتبقى 4 ودي هتبقى 4. 4 باي 4 16. 16 باي نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 32. فمن هنا طلعت الاجابه نيجاتيف، انما هنا طلعت الاجابه بوزيتيف. هنا طلعت الاجابه نيجاتيف علشان الباور كان اود، هنا طلعت الاجابه بوزيتيف عشان الباور كان ايفن. الكلام ده يفرق امتى؟ يفرق لو في نيجاتيف. خد بالك افرض المساله ما فيهاش نيجاتيف ولا تفرق معاه في حاجه بقى خلاص. يعني افرض المساله كانت 2 باور اوف 5 وكانت 2 باور اوف 6، ما تفرقش في حاجه. دي هتطلع 32 ودي هتطلع 64، الاثنين هيطلعوا بوزيتيف لان مفيش نيجاتيف اصلا. المشكله لما بيبقى في نيجاتيف. لما بيبقى في نيجاتيف بص على الباور. لو الباور ايفن شيل النيجاتيف، لو الباور اود حافظ على النيجاتيف زي ما هي. واديك عرفت ليه. هتحفظها بقى. هتحفظ ايه؟ ان الباور الايفن بيشيل النيجاتيف، انما الباور الاود بيحافظ عليه. الباور الايفن بيشيل النيجاتيف. اول ما تشوف ان الباور ايفن شيل النيجاتيف على طول. طب مين هي الايفن نمبرز برضه علشان اللي مش عارف؟ الزيرو والتو والفور والسكس والايت دول الايفن، انما الاود 1 3 5 7 9. وقاعد يقول لي طب واحد زي 31 ده بقى ايفن ولا اود؟ بص هنا. بص على الوانس، بص على اول رقم على اليمين. لو لقيته في العيله دي يبقى اود، لو لقيته في العيله دي يبقى ايفن. طبعا هو في العيله دي يبقى هو اود. يعني الرقم ده كده، الرقم ده كده اود.
انما حاجه شبه مثلا 138، اول رقم هنا ايه؟ 8. في انهي عيله؟ في العيله اللي على الشمال، عيله الايفن، يبقى الرقم ده ايفن. وهكذا بقى. نبدا نحل اسئله. قولي لي يا ديما. Find the simplest form of each of the following. negative 5 و 3. بس هي هتخلي negative زي ما هي. علشان دي اود. تعالى كده بالمره، دي هيبقى ايفن. negative 5. دي ايفن صح، يبقى النيجاتيف مع السلامه. دي ايفن بس مفيش اقواس. ماشي، هل النيجاتيف كده مفيش هتتشال؟ فور، هتبقى تطلع بالنيجاتيف. بس تطلع هنا خلي بالنيجاتيف. بالك، هنا الباور ايفن بس مفيش اقواس، هل النيجاتيف هتتشال؟ لا. لا، مش النيجاتيف هتبقى زي ما بتشال هي. امتى؟ لما في اقواس. ما تخلي بالك معايا من أقواس. الحته دي. نيجاتيف تمام. 5 باور اوف 2 حاجه، ونيجاتيف 5 باور اوف 2 حاجه، ونيجاتيف 5 باور اوف 2 حاجه. ده شكل وده شكل وده شكل. وبالمره ولا ايه كده؟ تمام كده تمام. هم دول اللي ممكن يقابلوك. هنا النيجاتيف هتتشال، فتبقى 25. ايوه، انما هنا هنا النيجاتيف نيجاتيف بره هتتشال، القوس، بس في الاخر في نيجاتيف في الاول فهتتحط. عشان دي بره القوس. وهنا برضه مفيش أيوة. اقواس، دي هتبقى نيجاتيف. برضه خلي هتبقى بالك نيجاتيف. من الثلاثه دول، مهمين جدا جدا جدا. نوت مهمه جدا جدا. يبقى هنا دي هتبقى ايه؟ طبعا 5 باور اوف 3 ب 125، وادي النيجاتيف صح. صح. وهنا هتبقى يبقى كام؟ نيجاتيف. وهنا هيكون 25 بوزيتيف. نيجاتيف اتشالت. طب هنا تبقى نيجاتيف 25. نيجاتيف 25. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، كل واحد يصحصح. اوعى تتلخبط. طبعا تقدر تعملها على الكالكوليتر. شكرا ديم. كويس. The next negative 2 power of 5. What about the power? Is it even or odd? Yusuf said odd. The power is odd. Then what about the negative? بتشيله. Yes. No. No. Yes. No. الايفن بتشيل الايفن هي اللي بتشيل الباور. الايفن هي اللي بتشيل النيجاتيف. الباور الايفن هو اللي بيشيل النيجاتيف. انما باور اود يبقى النيجاتيف معاه. طب 2 باور اوف 5 بكام بقى؟ دي معناها 2 2 باور تايمز 2 5. تايمز 2 2 تايمز تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز دي 2. 4 ودي 4، يبقى 4 باي 4 باي 2، اللي هي 4 باي 8، اللي هي 32. ادي النيجاتيف اتشال، او النيجاتيف معانا. يعني انا اللي عملته خدت النيجاتيف سحبتها بره، لان هي هتفضل معانا. وبعدين اعتبرت المساله بقى كانها 2 باور اوف 5. واحد تاني ممكن يحلها بطريقه تانيه، يقول لي بص يا مستر انا هعملها نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2. فالنيجاتيف دي تروح مع النيجاتيف دي وتديني 4، والنيجاتيف دي تروح مع النيجاتيف دي وتديني 4، وهنا يتفضل لي النيجاتيف 2. فاعمل دول مع بعض تديني نيجاتيف 8. 4 تايمز نيجاتيف 8 بنيجاتيف 32. ده صح وده صح. حل بالطريقه تريح. تمام. تمام. على هنا النيجاتيف هتتشال. نيجاتيف 2. ايوه هتتشال لان تمام. دوت ايفن نمبر. هتبقى يبقى دي 2 تبقى تايمز 2 2 تايمز 2 2، تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2. يعني 2 4 تايمز تايمز. 2. 4 تايمز 4 equal 16. واحد يقول لي يا مستر انا هعملها بطريقه ثانيه. بص انا هعملها نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2. مش هشغل بالي بقى بموضوع الباور ده. فتلاقي ده راح مع ده وده راح مع ده، فتبقى هي برضو 4 باي 4 16 صح؟ صح. طب اللي بعديها، هل النيجاتيف كده هتتشال؟ لا عشان مش حاطة ما بين مفيش أرقام. اقواس. يبقى النيجاتيف بره معانا، وال2 باور اوف 4 معناها 2 باي 2 باي نيجاتيف 2 باي 2، يبقى 16. نيجاتيف 16. لو جيت لاحظت ايه؟ انا عملت ايه؟ خدت النيجاتيف وبعدين حليت ال- تمام؟ يعني دي كده كأن النيجاتيف بره القوس كده. تمام. شوف السؤال اللي بعد كده. آدم أمجد. If A equals 3, B equals negative 1, C equals 2, then find the numerical value of each of the following. طبعا هنا بيقول لي في الملاحظة دي في الكتاب، بيقول لي يعني ايه ال order of operations must be taken in consideration when you find the numerical value of any expression. ايه هو ال order of operations يا آدم أمجد؟ فاكره؟ ايوه مستر. أول حاجة تعمل ايه؟ اللي في الاقواس براكتس. البراكتس والباورز. دي اول حاجه تخلصها. تخلص البراكتس وتخلص الباورز. تمام. تاني حاجه تاني حاجه المالتبلاي والديفايد. التايمز او الديفايد اللي يجي منهم الاول من على الشمال، وبعد كده البلس 3 او الماينس البلس والماينس. اللي يجي منهم الاول من على الشمال. خلينا نشوف اول واحده. بيقول لي a باور اوف 2 بلس c باور اوف 3. الايه بكام؟ الاي ب 3. 3 يبقى باور 2 3. بلس اعمل 2 باور اقواس. 3. اوعى تنسى الاقواس. دايما اعمل اقواس علشان المساله ما تهربش منك، خصوصا مع البي لان البي فيها نيجاتيف. الاي والسي ما فيهاش مشاكل حتى لو ما حطيتش اقواس. المشكله بتبقى فين؟
مع الرقم اللي فيه نيجاتيف. بي. فانت عود نفسك دايما تحط اقواس علشان لو طلع لك رقم فيه نيجاتيف ما تتلخبطش. تمام. تمام. السي بكام؟ ب 2 باور اوف 3. السي 2 يبقى 3 دي باور 3 10 باور اوف 2 9 كام؟ 9. 9 2 باور بلس 3 8 equal 17. بس. تعال شوف اللي بعدها. a باور اوف 2 ماينس 2 a b. الاي بكام؟ 3 باور 2 ماينس 3 باور 2 ماينس 2 باي 2. 3 باي نيجاتيف 1. صح. دي كده ب 9، والنيجاتيف ده هيجي هنا هيغير الاشاره دي يخليها بلس، و2 باي 3 باي 1 معناها 6. 9 بلس 6 15. صح. صح. a ماينس b all باور اوف c. الايه 3 3 والb ماينس نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باور 2. باور اوف 2. يبقى 3 بلس 1 يعني 4 هتبقى 4 4 4 باور باور 2 equal 16. في الاخير a باور اوف c ماينس b باور اوف c. الايه 3 باور 2 بلس قصدي ماينس نيجاتيف 1 باور 2. صح كده. بص بقى 3 باور اوف 2 ب 9 ماينس نيجاتيف 1 باور اوف 2 بكام؟ 1. 1. يبقى 9 ماينس 1 ب 8. خلي بالك بقى من الحته دي. نيجاتيف 1 all باور اوف 2 ب 1، انما نيجاتيف 1 all باور اوف 3 نيجاتيف 1. نيجاتيف 1. خلي بالك من الاثنين. ليه هنا الباور راح عشان ليه هنا النيجاتيف راح عشان الباور ايفن؟ ليه هنا النيجاتيف فضل معانا عشان الباور اود. ايه اللي ما فهمش اللي فاتت يفهم دي. طلع حاجه. Find the numerical value of each of the following. ادي 3b باور اوف 2 if b equals negative 7. يبقى 3 تايمز وافتح قوس 3 واكتب times النيجاتيف 7 وادي الباور اوف 2. دي كده بكام دي؟ نيجاتيف 7 باور اوف 2. تطلع هنشيل النيجاتيف. صح. وهتبقى 7 باي 7 اللي هي 49. 3 باي 9 27. 7 ومعانا 2. 3 باي 4 12 و2 14. وممكن نعملها على الكالكليتور كلها على بعضها. يعني انا ممكن اكتب 3 تايمز وافتح قوس واكتب النيجاتيف 7 واقفل القوس واعمل الباور وادي ال 2. طلعت هي ولا لا؟ طبعا لو انت في امتحان حتى لو عملتها إيه. بمخك تتاكد بالكالكليتور، ويفضل لو انت في الامتحان اعملها بالكالكليتور ما تعملهاش بمخك. ده لو انت في امتحان يعني. تمام علشان ما تتلخبطش. طبعا لو هي مسألة تشوز زي ما قلنا قبل كده عادي مش لازم خطوات، ان لو هي مسألة ايساي يبقى انت لازم تعمل خطوات للحل بتاعك علشان ما تنقصش في الدرجات. فلو هي مسألة ايساي هتعملها بالخطوات وبعد كده تتأكد بالكالكليتر. لو هي مسألة تشوز اعملها بالكالكليتر على طول. تمام؟ تمام. ها 2 2 باور باور اوف اوف سي. السي بكام؟ 4. 3 تايمز دي. ما هي 3 دي معناها 3 تايمز دي صح؟ اه 3 تايمز تبقى دي 3 times 5. يبقى 3 تايمز 5. والقوس ده يعني انا لما اجي اقول لك 3 دي وافتح قوس واكتب جي بلس 2 مش دي معناها 3 تايمز دي تايمز القوس؟ times. يبقى تايمز القوس جواه يبقى القوس yes. جي 1 plus 2. بلس 2. 2 باور اوف 4 16. 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 نقدر نعملها بالكالكوليتر. 3 باي 5 باي plus نعمل 3. القوس الاول زي ما قلنا نرتب 15. الاوبريشنز. يبقى دي 3 يبقى 3 دي 16 وادي 3 باي 5 باي 3. اعمل بقى البلس ولا اعمل التايمز الاول؟ times 3 باي 5 15 وادي 3 15. تاني. ها ده ولا ده؟ لا التايمز 45. 6 و 5 11 1 و 1 2 4 6 61. تعالى نتاكد نكتب دي كلها على الكالكليتر. 2 باور اوف 4 وبلس و3 وتايمز و5 وتايمز وقوس و1 وبلس و2 واقفل القوس. صح كده؟ yes. شوف الجزء اللي بعد كده يقول لي زيرو اكسبوننت النيجاتيف انتجر باور او نيجاتيف انتجر اكسبوننت. هنبدا نتكلم دلوقتي على المساله لما يبقى فيها باور زيرو ولما يبقى فيها باور نيجاتيف. احنا قلنا ايه من شويه؟ لو احنا عندنا 2 باور اوف مثلا 2 تديني 4، 2 باور اوف 3 تديني 8. وقلنا نحافظ على الاقواس ليه؟ علشان لو في نيجاتيف فنيجاتيف 2 باور اوف 2 ب 4 انما نيجاتيف 2 باور اوف 3 بنيجاتيف 8. وقلنا خلي بالك في فرق بين نيجاتيف 2 باور اوف 2 وبين نيجاتيف 2 باور اوف 2 وبين نيجاتيف 2 باور اوف 2. هنا النيجاتيف هيتشال هتبقى 4.
هنا النيجاتيف معانا فتبقى نيجاتيف 4، وهنا النيجاتيف معانا فتبقى نيجاتيف 4. ده اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي. وقلنا كمان طبعا ان 2 باور اوف 2 دي معناها 2 تايمز 2 عشان كده بتطلع 4، و2 باور اوف 3 معناها 2 تايمز 2 تايمز 2 عشان كده بتطلع ايه؟ ايه الجديد بقى؟ الجديد دلوقتي لو احنا عندنا 2 باور اوف 0 دي تديني 1. اي حاجه باور اوف 0 تطلع 1. جربها على الكالكوليتر. 2 باور اوف 0 طلعت 1. ليه؟ هقول لك بعدين مش دلوقتي. المهم تحفظها معايا. اي حاجه باور اوف 0 تدي لك 1. اي حاجه باور اوف 0 تدي لك 1 الا 0 باور اوف 0. 0 باور اوف 0 دي ما تنفعش. يعني لو جيت عملت 0 باور اوف 0 على الكالكوليتر، الكالكوليتر هتشتمك، هتقول لك ماث ايرور. جربها كده، جرب تعمل 0 باور اوف 0 على الكالكوليتر هتقول لك ماث ايرور. اي حاجه تانية باور اوف 0 هتدي لك 1، سواء كان بقى نيجاتيف 2 باور اوف 0، 2 باور اوف 0، 3 باور اوف 0، نيجاتيف 8 باور اوف 0، محمد باور اوف 0، مدحت باور اوف 0، حسين باور، اي حاجه باور اوف 0 ب1. حاله وحيده بس تخلي بالك منها، لو جيت قلت لك ايه 2 باور اوف 0 كده دي 1، انما نيجاتيف 2 باور اوف 0 دي نيجاتيف 1، لان انا ما حطيتش اقواس. ممكن اعملها لك كده، اخلي لك النيجاتيف بره واعمل لك جوه 2 باور اوف 0 دي بنيجاتيف 1، او اعمل لك النيجاتيف بره واعمل لك 2 والباور من فوق خالص برضو دي نيجاتيف 1. انما لو جيت عملتها لك كده النيجاتيف من جوه القوس دي تطلع 1. انت خلي بالك النيجاتيف من جوه القوس تطلع 1، لو ما فيش نيجاتيف خالص تطلع 1، انما لو في نيجاتيف وما فيش قوس او النيجاتيف بره القوس تطلع الاجابه نيجاتيف 1. خلي بالك من الحته دي، يعني هي دايما بتطلع 1، بس المشكله بقى ايه؟ لو في نيجاتيف هو حاططها لك بره كده تخلي بالك منها، خلي بالك من النيجاتيف اللي من بره دي. ادي كده الموضوع بتاع ان الباور يكون زيرو. الحته اللي بعد كده بقى ان الباور يكون نيجاتيف. احنا خدنا الباور لما يكون ايفن وفي نيجاتيف بيشيل النيجاتيف، ده وظيفته. الباور لما يكون اود النيجاتيف ما بتتشالش، تبقى نيجاتيف 4 عادي. طب ايه وظيفه بقى لو في نيجاتيف في الباور؟ يعني انا عندي مساله كده بتقول 2 باور نيجاتيف 2، يعني نيجاتيف في الباور. بالك المسائل اللي فاتت كلها كان الباور بتاعها بوزيتيف نمبر، يعني الباور هنا بوزيتيف 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 بوزيتيف، الباور كله بوزيتيف. افرض بقى الباور نيجاتيف، الباور فيه نيجاتيف، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي المساله اتشقلبت. يعني ايه اتشقلبت؟ يعني دي كده هتعتبر تحتيها 1 وتخليها لي انت بقى 1 اوفر 2 باور اوف 2 تشيل النيجاتيف. يعني ايه اللي حصل؟ كأن تحت المساله 1 هشقلب المساله واشيل النيجاتيف بتاع الباور، هشقلب المساله واشيل النيجاتيف بتاع الباور. خلي بالك من تاني اهي، تاني اهي عندك 3 باور اوف نيجاتيف 5، شقلب المساله خليها 1 اوفر 3 باور اوف 5. ايه اللي حصل؟ شقلبت المساله وشلت النيجاتيف، ما هي كان تحتيها 1، طلعت انا ال1 فوق ونزلت اللي فوق تحت، بس بشرط ان انت تشيل النيجاتيف. تاني عندك نيجاتيف في الباور تشقلب المساله وشيل النيجاتيف، شقلب المساله وشيل النيجاتيف، بس النيجاتيف فين؟ النيجاتيف في الباور. خلي بالك النيجاتيف في الباور، مش النيجاتيف بره في المساله، في الباور من فوق. طب افرض جت المساله 2 اوفر 3 باور نيجاتيف 5 بالشكل ده، هتشقلبها برضو، هتشقلبها هتخلي 3 فوق وال2 تحت وتشيل النيجاتيف، يعني تخليها باور اوف 5 بقى. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ شقلبنا اللي فوق نزلناه تحت وشيلنا النيجاتيف. هنا شقلبنا اللي فوق نزلناه تحت وشيلنا النيجاتيف. هنا شقلبنا اللي فوق نزلناه تحت وشيلنا النيجاتيف. بس خلي بالك هنا الباور كان على اللي فوق بس، هنا الباور كان على اللي فوق بس، هنا الباور عليهم هما الاثنين، ففضل عليهم هما الاثنين بس شيلنا النيجاتيف. فانت خلي بالك من الحته دي. وده اللي هو قاله هنا، يقول لك ايه هنا؟ افرض انت عندك 3 باور اوف نيجاتيف 1 اهو، راح هو منزلها تحت 3 باور اوف 1. ما خد بالك دي، ما هو يكتبها 3 بس كده دي معناها 3 باور اوف 1، هو شال النيجاتيف يعني. طب 3 باور اوف نيجاتيف 2 معناها 1 اوفر 3 باور اوف 2 اللي هي 1 اوفر 9. طب 3 باور اوف نيجاتيف 3 معناها 1 اوفر 3 باور اوف 3 اللي هي 1 اوفر 27. فهو ايه؟ شقلب وشال النيجاتيف. خلي بالك من الحته دي. هنا بقى عايز يقول لك ايه؟ ان هي لو هي 3 باور اوف 3 ب 27، طب 3 باور اوف 2 ب 9، 3 باور اوف 1 ب 3، 3 باور اوف 0 ب 1، 3 باور اوف نيجاتيف 1 1 اوفر 3، 3 باور اوف نيجاتيف 2 1 اوفر 9، 3 باور اوف نيجاتيف 3 1 اوفر 27. هي طبعا 3 باور اوف نيجاتيف 3 دي شبه 3 باور اوف 3، بس دي 27 ودي 1 اوفر 27، لان الباور هنا كان بوزيتيف والباور هنا كان نيجاتيف. خلي بالك.
وطبعا السيكونس ده كانك بالظبط بتسحب 3. ما اصل دي كده كان معناها 3 تايم 3 تايم 3. دي كده هم 2 3 بس. دي كده هي 3 واحده بس. فانت كل مره بتقلل 3، يعني كانك بتعمل ديفايدد 3. فانت لو جبت الاخيره دي عملت لها ديفايدد 3 تدي لك اللي قبلها، عملت لها ديفايدد 3 تدي لك اللي قبلها، وهكذا. مش مهم قوي، بس يعني قلت اقولها لكم. in general any number not equal 0، دي المعلومه اللي قلتها لك، اي رقم في الدنيا الا الزيرو لو عملت له باور 0 يدي لك 1. اي رقم في الدنيا هتعمل له باور اوف 0 يدي لك 1 الا مين؟ الزيرو. لو عملت له باور اوف 0 يشتمك، يقول لك مات ايرور على طول. ليه؟ هنعرف بعدين. زي ما قلت زي المساله دي 7 باور اوف 0 ب 1. طب حتى لو فيها نيجاتيف، حتى لو فيها نيجاتيف، بس خلي بالك لو النيجاتيف بره لسه قايلين يبقى دي نيجاتيف 1. any number not equal 0 raised to the power negative n is equal to the multiplicative inverse of the same number raised to the power n. يعني لو عندك 3 باور اوف 2 تدي لك 9. طب لو خليتها 3 باور اوف نيجاتيف 2 هتدي لك المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت ال 9 اللي هي 1 اوفر 9 يعني. طبعا لو جيت لاحظت هتلاقيه بيقول لك any number not equal 0، لان طبعا لو هي 0 باور اوف 2 ب 0، ولو هي 0 باور اوف نيجاتيف 2 برضه ب 0 تفرقش معاك، لان اصلا الزيرو ملوش مالتيبليكيتيف انفرس. 0 باور اوف اي حاجه ب 0. شويه ملحوظات بقى مهمه خلي بالك منها. 1 باور اوف any number في الدنيا يدي لك 1. نيجاتيف 1 باور رقم ايفن يدي لك 1. نيجاتيف 1 باور رقم اود يدي لك نيجاتيف 1. وزي ما قلنا خلي بالك لو النيجاتيف بره القوس، لو النيجاتيف بره القوس دي حكايه ثانيه. يعني لو النيجاتيف بره القوس كده نيجاتيف 1 والباور ايفن او اود هتبقى نيجاتيف 1. ولو المساله مكتوبه كده نيجاتيف 1 من غير اقواس خالص والباور ايفن او اود برضه هتبقى نيجاتيف 1. الملحوظه الثانيه بقى اللي عايز اقولها لك، اي رقم في الدنيا raised to the power of 0 equals 1 except 0. 5 power of 0 1. طب لو هي نيجاتيف 5 باور اوف 0 برضه 1. طب لو النيجاتيف بره لا دي بقى نيجاتيف 1. ولو مفيش اقواس نيجاتيف 1. الملحوظه اللي بعد كده 0 باور اوف any number equal 1 except ان الرقم اللي فوق ده يعني يبقى 0. مفيش حاجه اسمها 0 باور اوف 0. يعني 0 باور اوف 3 ب 1، ولو مفيش اقواس اسف ب 0. دي 0 مش 1، دي 0. 0 باور اوف اي حاجه ب 0. 0 باور اوف 3 ب 0. لو مفيش اقواس 0. وطبعا الزيرو اللي هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، فمش هتلاقيني حاطط لك قبليه نيجاتيف. حتى لو حطيت، لو عملت نيجاتيف بره كده 0 بقى. لان نيجاتيف تايمز 0 دي معناها نيجاتيف 1 تايمز 0 ب 0 برضه. تمام؟ والنيجاتيف لوحدها دي معناها نيجاتيف 1. مش هجيبها لك كده بقى، مش هجيبها لك كده. ولو جبتها لك يا سيدي 0، ان اصلا الزيرو اللي هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. مهمين الثلاث ملاحظات دول خلي بالك منهم. حل اسئله. نيجاتيف 4 اول باور اوف 0. اي حاجه باور اوف 0 تطلع ايه؟ 1. 1. شاطر. اي حاجه باور اوف 0 تطلع 1. طب هل ده يطلع 1؟ لا، يبقى ليه؟ نيجاتيف 1. ايوه ده يبقى نيجاتيف 1 لان مفيش اقواس. ايه الفرق بين ماشي. ده وبين ده؟ الاقواس. طيب هنا لو هي 5 باور اوف 2 تقدر تقول لي لو هي 5 باور اوف 2 كده تطلع كام؟ 1 اوفر نيجاتيف 25 ولا؟ لو هي 5 باور اوف 2 تطلع 25، انما لو فيها نيجاتيف يبقى 1 اوفر 25 صح. آه. لان طبعا 5 باور اوف نيجاتيف 2 دي معناها 1 اوفر 5 باور اوف 2 اللي هي 1 اوفر 25. طب هنا خد بالك علشان هتتلخبط في نيجاتيف في الاثنين. الاول ما تشغلش بالك بالنيجاتيف اللي جوه دي، ما تشغلش بالك بيه، خليك في النيجاتيف اللي بره. النيجاتيف اللي بره دي وظيفتها تمام. ايه؟ وظيفتها ان هي تخلي المساله 1 اوفر نيجاتيف 8. 2 باور اوف 3 من غير النيجاتيف اللي فوق. صح؟ يعني ايه اللي انا عملته صح. دلوقتي؟ نزلت المساله تحت وشلت النيجاتيف من الباور. صح كده؟ صح. دلوقتي بقى الباور ايفن ولا اود؟ اوت. خلاص يبقى النيجاتيف مش هتتشال. و2 باور اوف 3 ب 8 يبقى الاجابه 1 اوفر 8. فهمت حاجه؟ فاهم. لا يعني عادي. يلا نيجاتيف 9 اول باور اوف 0 تطلع 1. 1 صح. طب هنا بقى خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك نوت مهمه اهي. لو انا جيت قلت لك نيجاتيف 5 a اول باور اوف 0 دي تدي لك 1.
انما لو جيت قلت انا النيجاتيف 5a باور اوف 0 بالشكل ده معناه ان الباور اوف 0 ده على الاي بس. يعني دي هتبقى نيجاتيف 5 تايمز 1 اللي هي نيجاتيف 5. فهمت الفرق؟ يبقى خلي بالك، ما هو طبعا a باور اوف 0 ب 1، اي حاجه باور اوف 0 ب 1، 3 باور اوف 0 ب 1، 2 باور اوف 0 ب 1، a باور اوف 0 ب 1، x باور اوف 0 ب 1، y باور اوف 0 ب 1. تمام؟ فايه الفرق بقى بين السؤالين دول؟ هنا الباور على القوس يبقى عليهم هما الاثنين، يبقى الاجابه كلها 1. انما هنا الباور الزيرو ده على مين؟ على الايه بس. فالاجابه كده هتبقى نيجاتيف 5، لان على الايه بس يبقى الحته دي بس اللي ب 1، وفي ما بينهم مالتيبليكيشن لان هم لازقين في بعض، فهتبقى نيجاتيف 5 تايمز 1 اللي هي نيجاتيف 5. يبقى الاجابه هنا ايه؟ نيجاتيف 5. فهمتي حاجه؟ طب هنا الباور فيه نيجاتيف، خلاص بسيطه، هشيل انا النيجاتيف من الباور واخليه 2، بس هعمل ايه في الفراكشن اللي جوه؟ هشقلبه، خليها 9 فوق و4 تحت. تمام كده؟ طبعا 9 اوفر 4 باور اوف 2 معناها 9 اوفر 4 تايمز 9 اوفر 4 اللي هي 81 اوفر 60. طب هنا في المساله اللي بعد كده دي، الباور النيجاتيف ده هيشقلب المساله، يعني هيخلي 3 فوق والنيجاتيف 2 تحت، والباور ساعتها هيبقى 3 بس من غير النيجاتيف. بس كده. دي معناها بقى ايه؟ 3 اوفر نيجاتيف 2 متكرره 3 مرات اهو، 3 اوفر نيجاتيف 2، 3 اوفر نيجاتيف 2، 3 اوفر نيجاتيف 2. طبعا من فوق هتبقى 9 ولا 27، ومن تحت هتبقى نيجاتيف 8. بس هي دي الاجابه. وممكن نعملها على الكالكليتور، نقدر. ادي قوس، وادي نيجاتيف، وادي 2، وبعديها زرار الفراكشن، وبعديها 3، واقفل القوس واعمل زرار الباور واكتب النيجاتيف واكتب ال 3 وادوس ايكوال، تطلع نيجاتيف 27 اوفر 8 اللي هي طلعناها. واحد يقول لي بس هي طلعت على الكالكليتور نيجاتيف 27 اوفر 8 وانت طلعتها 27 اوفر نيجاتيف 8، تفرق في حاجه ولا تفرق في حاجه؟ عادي. على فكره كمان ممكن احط النيجاتيف من بره كده. يعني ايه؟ يعني النيجاتيف ممكن احطها لا هي جنب ال 27 ولا هي جنب ال 8، احطها لوحدها كده. سواء حطيتها لوحدها، حطيتها جنب ال 27، حطيتها جنب ال 8، ولا تفرق في اي حاجه. تمام؟ هنيجي بقى دلوقتي هتلاقي ادي الامبورتنت نوتس، ده كده ملخص الدرس. ده ملخص، ده ممكن تطبعه او تنقله عندك في كراستك. كل حاجه قلناها في الدرس هتلاقيها. الملخص ده مهم جدا تذاكره او تطبعه، هيفيدك كتير جدا. كل حاجه اتكلمنا عليها، يعني ايه البيز، يعني ايه الاكسبوننت. عندك هنا الملاحظات اللي قلناها على طول، دي بتتقرا ازاي؟ دي اسمها 6 سكويرد، لو عليها باور اوف 3 يبقى اسمها 6 كيوب. 1 باور اوف اي حاجه ب 1، 0 باور اوف اي حاجه ب 0 اكسبت الزيرو، اي رقم باور اوف 0 ب 1 اكسبت الزيرو. الايفن باور بتشيل النيجاتيف. الحته دي add the powers if you multiply equal bases، دي هنتكلم عليها المره الجايه. subtract the powers دي هنتكلم عليها المره الجايه. النيجاتيف باور ده اتكلمنا عليه النهارده. النيجاتيف باور بيعمل شقلبيشن، بيشقلب المساله. بيعمل ايه؟ بيعمل شقلبيشن. ماشي؟ have يبقى times have او divided 2 twice او double او 2 times، دي هتفيدك في الورد بروبلمز هنشوفها دلوقتي. هنعدي على اسئله في الكتاب. كلمه third، كلمه triple، thrice، twice، 3 times دول كلهم معناهم تايم 3. third معناها times 1 over 3 او divided 3. خلي بالك من الحاجات دي كده مهمه جدا، هنعدي عليها واحنا ماشيين دلوقتي. هنعدي عليها واحنا ماشيين، الحاجات دي مهمه. هنرجع لها تاني. مش عارف هي ممكن تقابلنا في الاسئله دي ولا في الدرس التاني. احنا كده كده لسه الدرس ده ليه تكمله المره الجايه، هنتكلم عليها تاني. ادي الاوردر اوف اوبريشنز، موضوع البراكتس والباورز دول على فكره يعني ايه، على حسب ظروفهم. يعني انت ممكن تعمل البراكت الاول وبعدها تعمل الباور، ممكن تعمل الباور الاول وبعدها تعمل البراكت، مش هتفرق قوي يعني. مشكله بتبقى في التايمز والديفايد والبلس والماينس، لازم تخلص التايمز والديفايد الاول وبعدها تخلص البلس والماينس. ولازم قبل التايمز والديفايد والبلس والماينس لازم تكون مخلص كل البراكتس ومخلص كل الباورز، خلصهم صفصف المساله. ادي موضوع البرايم نمبرز كمان اللي اتكلمنا عليه، كاتبه لك. كل حاجه قلناها هتلاقيها موجوده هنا. نبص بصه سريعا بقى على الاكسرسايز. طبعا الاكسرسايز ده تاخدوه في الهومورك، هتاخد الاكسرسايز ده كله في الهومورك، الصفحه دي والصفحه دي، وتاخد كمان المالتيبل تشويسز دي والمالتيبل تشويسز دي، وتاخد كمان الكاميوليتيف تيست اللي هو ده من كتاب الامتحانات، اول امتحان على الدرس الاول بيجي 5. ده الكتاب الجديد عموما، اللي معاك الكتاب الجديد واللي مش معاك الكتاب فانا هبعت لكم PDF تقدر تحل بقى في الكراسه. احنا هنعدي سريعا كده على اهم الاسئله، والباقي انت بقى ايه هتحله في الهومورك. دي كلها حلينا زيها ما فيهاش مشاكل. دي موضوع البرايم نمبرز كلها حلينا زيها ما فيهاش مشاكل. هنا برضو دي كلها حلينا زيها ما فيهاش مشاكل. يعني مثلا لو جينا مثلا مساله زي دي، مساله زي دي انت ممكن تكتبها على الكالكليتر.
تكتبها على الكالكوليتر ازاي؟ عشان تكتب الميكسد نمبر ده اول حاجه تدوس شيفت الاول، وبعديها تدوس زرار الفراكشن، شيفت وبعديها تدوس زرار الفراكشن. وبعد تبدا تكتب ال2 تتحرك بالسهم، تكتب ال7 تنزل تحت تكتب ال9، وبعدها تعمل الديفايد وتفتح قوس، بعدها تدوس شيفت وزرار الفراكشن تاني، تكتب النيجاتيف 1، تتحرك فوق تكتب 2، تنزل تحت تكتب 3، وبعدها تقفل القوس، وبعدها تعمل زرار البار، وبعدها تعمل 2، تطلع الإجابة معاك 1. طب انت عندك في الكالكوليتر بتاعتك مش هيعمل لك الأقواس اللي هو عاملها هنا دي، هتلاقيها جاية من غير أقواس يعني، ما تشغلش بالك. المهم هنا طلعت 1. طب عايز احلها بمخي بقى، تعرف تحلها عبد الرحمن محمد بمخك معايا؟ تعرف تحول الميكسد نمبر لامبروبر فراكشن تايمز وبعديها بلس، صح؟ أيوة يا مستر. 9 تايمز 2 18، 18 بلس 7 25. ادي 25 اوفر ال 9، وادي علامه الديفايد. البار ده ايفن هيشيل النيجاتيف، وادي تايمز وادي بلس. 3 تايمز 1 3 بلس 2 5 اوفر 3، صح كده؟ بحاول الديفايد لايه؟ تايمز. واشقلب الفراكشن اللي بعد كده، يعني انا هحول الديفايد لتايمز، وده بعمل له ريسبريكال، طلع اللي تحت فوق اللي فوق تحت. هتلاقي هنا ديفايدد 5 ب 1 وهنا ديفايدد 5 ب 5، صح؟ على فكره احنا كده كنا كاتبين حاجه غلط على الكالكليتر. نيجاتيف 1 و 2 اوفر 3 باور اوف 2 اي او، يبقى احنا هنا اللي عاملين حاجه غلط. 9 تايمز 2 18 بلس 7 25 على 9 ديفايدد 3 تايمز 1 3 بلس 2 5 باور اوف 2. كنا ناسيين حاجه، هنا في باور اوف 2، صح كده؟ مم. في باور اوف 2. يبقى انا الاول هعمل الباور وبعديها اعمل الديفايد. الباور ده هيديني 25 اوفر 9. طبعا مش محتاج بقى انا اعمل الديفايد ولا شقلب، خلاص. بعد يقول لي يا مستر انا هشقلب، هحول الديفايد لتايمز واشقلب، وبعدها اشيل ال 9 مع ال 9 وال 25 مع ال 25، يبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1 تطلع اجابه. انا اقول له طب ما مش مستاهله ليه؟ اي حاجه ديفايدد نفسها ب 1، ده رقم ديفايدد نفسه 1 على طول، ما انت لسه هتقعد تشقلب، صح ولا انا غلطان؟ طب سؤال زي ده عبد الرحمن، الشرطه دي معناها ايه؟ خدناها برضو في الترم الاول. كمان الرقم ده هيبقى يمتد لمن ريكورنج، هتكتب على الكالكليتور يعني 0.3333 الى ما لا نهايه، صح؟ هتطلع 1 معاك اوفر 1 اوفر 3، يطلع لك على الكالكليتور 1 اوفر 3. انت تفضل تكتب 0.333 كده كتير جدا جدا، تقعد تكتب 3 كتير لغايه ما الشاشه بتاعت الكالكليتور تبدا تتحرك معاك ناحيه اليمين، بعدها دوس ايكوال هيطلع لك 1 اوفر 3. اول ما تدوس ايكوال هيطلع لك 1 اوفر 3، يبقى دي 1 اوفر 3 باور اوف 2 تايمز 3 باور اوف نيجاتيف 2. ال 1 اوفر 3 باور اوف 2 معناها 1 اوفر 9، دي كده 1 اوفر 9. 3 باور اوف نيجاتيف 2 بقى معناها كام؟ مستر. اللي هو الأول هي أول حاجة 3 نشيل باور اوف 2 ب 9، يبقى 3 باور اوف نيجاتيف 2 ال 1 اوفر 9، ريسيبريكال بتاعها 1 اوفر 9. الأول تمام؟ نشيل ونشقلب ايوه الفراكشن. نيجاتيف بتشال، فتبقى 1 اوفر 81 بس كده. طيب هنا ده الباور ده ايفن يبقى دي 1، ده الباور ده اود يبقى دي نيجاتيف 1، يبقى الاجابه 0، صح كده؟ صح. حلنا زيها، حلنا زيها، حلنا زيها، حلنا زيها، حلنا زيها، حلنا زيها. طبعا هو انا عايز الميديان، خد بالك الميديان ده يعني ايه؟ اللي في النص بعد الترتيب. فانت عشان ترتبهم هتبقى 2 باور اوف 3 اكبر حاجه، وبعديها 2 باور اوف 0، وبعديها 2 باور اوف نيجاتيف 1، وبعديها 2 باور اوف نيجاتيف 3، وبعديها 2 باور اوف نيجاتيف 4، فتشيل ده مع ده وتشيل ده مع ده يتفضل لك ده، يبقى هو ده الميديان اللي هو ده كام ده؟ 2 باور اوف نيجاتيف 1 ده اللي هو بهاف 1 اوفر 2. قانون النمبر اوف دايجونالز، طبعا النمبر اوف دايجونالز ده ليه قانون، ده قانون، وكنا خدنا قانون كمان في الترم الاول غير، اللي هو ان ماينس 3 اوفر 2. وعايز يعرف عدد الدياجونالز في الهكساجون، الهكساجون ده الان بتاعته ب 6، انت كل اللي هتعمله هتشيل الان وتحط 6. الكرييتيف ثينكينج بقى ده اسيبه لك تفكر فيه مع نفسك، كده كده هبعت لكم الفيديو بتاع حل الهوم ورك، علشان لو انت برضو ايه عندك حاجه مش فاهمها تقدر تسمعها من الفيديو. شوف شويه اسئله في اللي تشوز، شوف شويه اسئله في اللي تشوز. مازن
طبعا سؤال زي ده خدنا زيه مش حكايه، وده خدنا زيه. تعالى هنا يا حاج مازن. يقول لك هنا انا عايز الفاليو بتاعت ان بلس ام. هي مين الان؟ الان دي البار اللي على ال7. طب هي ال7 متكرره كم مره؟ 2 مرتين، يبقى الان ب2. والام هي البار اللي على الاي. طب الاي متكرره كم مره؟ اللي على الايه متكررة 3. يبقى الاي ب3. هو عايز يجمعهم 2 3 5. دي معناها 1 اوفر واي، يبقى 2 تايمز 1 اوفر واي اللي هي 2 اوفر واي. تمام. ودي اكس باور، بص هو عاطي لك الاكس ب 5 اوفر 7. طب يبقى الاكس باور في نيجاتيف 1. 1 لا، لو هي الاكس ب 5 اوفر 7 هو عايز الاكس باور اوف نيجاتيف 1، يعني كانه عايز يجيب ال 5 اوفر 7 دي يعمل لها باور اوف نيجاتيف 1. يبقى انت شقلب، يعني خليها 7 فوق وال5 تحت وشيل النيجاتيف، فتبقى 7 اوفر 5 باور اوف 1 اللي هي 7 اوفر 5. انت مش هتقعد تعمل كل ده بقى على طول، انت احفظها بقى معايا. لو هو عطالك الاكس وعايز الاكس باور اوف نيجاتيف 1 شقلب، يعني خلي ال7 فوق وال5 تحت وريح دماغك. ولو حط لك الاكس وقال لك هات لي اكس باور اوف نيجاتيف 1 شقلب. تمام. دي سهله، دي سهله، ودي سهله. طبعا النيجاتيف بره دي كده لوحدها كده ب 81، وفي نيجاتيف بره يبقى نيجاتيف 81. دي سهله. هنا بقى عايز المالتيبليكيتيف انفرس يا فريده عصام الدين. عايز المالتيبليكيتيف انفرس. اجيب المالتيبليكيتيف انفرس ازاي؟ هشقلب، بس الاول لازم اجيب الاجابه اللي انا هشقلبها. انا عايز الاجابه الاول. الاجابه هتبقى ايه؟ 3 باور اوف نيجاتيف 2 دي معناها 1 اوفر 3 باور اوف 2 اللي هي 1 اوفر 9. هل 1 اوفر 9 هي اجابه؟ لا، ده هو عايز المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الاجابه. يبقى انا اختار مين؟ بي 9. 9. طب لو قلت لك هاتي لي الاديتيف انفرس، يبقى الاجابه هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 9. صح كده؟ صح. طب هنا which of the following the multiplicative inverse. الاول اجيب الاجابه، اجابتها نيجاتيف 1. ايه بقى المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت النيجاتيف 1؟ 1. لا، المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت النيجاتيف 1 نيجاتيف 1. خد بالك نيجاتيف 1 لو جيت قلت لك مالتيبليكيتيف انفرس معناها ان احنا هنشقلبه، معناها كأن تحتيه 1 فانت هتشقلبيه، فيبقى 1 اوفر نيجاتيف 1 اللي هي برضه نيجاتيف 1 يعني. تمام. انما لو جيت قلت لك الاديتيف انفرس، الاديتيف انفرس ب 1. طب الزيرو، ايه هو المالتيبليكيتيف انفرس بتاع الزيرو؟ ملوش. طب ايه هو الاديتيف انفرس بتاع الزيرو؟ نفسه. تمام كده. طب ال1، ايه هو المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ال1؟ 1. طب ايه هو الاديتيف انفرس بتاع ال1؟ نيجاتيف 1. الحاجات دي كلها حاجات مهمه، المفروض يعني الولد الشاطر يكتب الملاحظات دي عنده في كراسته علشان يذاكرها. كده كده لو ما لحقتش تكتب اي حاجه انا ببعت لك الفايل كله، خش افتح الفايل ونقي اللي انت عاوزه اكتبه. ببعت لك الفيديو بتاع الحصه كمان. مالتيبليكيتيف انفرس بتاع 4 باور اوف نيجاتيف 3. الاول 4 باور اوف نيجاتيف 3 دي بكام؟ 1 اوفر 4 باور اوف 3 اللي هي 1 اوفر 64. هو بقى عايز ايه المالتيبليكيتيف انفرس بتاعتها؟ يبقى هنشقلب هتبقى 64. الاجابه 64. مين من دول بقى يطلع 64؟ هنا على فكره احنا ما كملناش، احنا قلنا ايه؟ هو عايز المالتيبليكيتيف انفرس بتاع النيجاتيف 1 نيجاتيف 1. مين من دول هيطلع نيجاتيف 1؟ ده ب1 وده ب1 وده ب1. طب المالتيبليكيتيف انفرس بتاع 3 باور اوف اكس 1 اوفر 3 باور اوف اكس. على فكره بقى 1 اوفر 3 باور اوف اكس دي مش هتلاقيها في الاختيارات، هي 1 اوفر 3 اول باور اوف اكس. واحد يقول لي ازاي؟ ازاي 1 اوفر 3 باور اوف اكس بتساوي 1 اوفر 3 اول باور اوف اكس؟ ما اصل الباور ده معناها ان هو على ال1 ومعناها ان هو على ال3. فانا لو نزلت الباور اكس ده على ال1 ونزلته على ال3 هيبقى الشكل عامل كده. على ال1 مش هيفرق معاه في اي حاجه، لان احنا قلنا 1 باور اوف اي رقم في الدنيا، اي رقم يعجبك 1 باور اوف اي حاجه ب1، سواء كان البار ايفن، سواء كان البار اود، سواء كان البار نيجاتيف، سواء كان البار بوزيتيف، سواء كان البار زيرو. 1 باور اوف اي حاجه ب1، الا ان هو يبقى فيه نيجاتيف قبليه ويبقى فيه اقواس، وطبعا هنا مفيش نيجاتيف، يبقى 1 باور اوف اكس ب1. يعني اللي فوق ده 1 باور اوف اكس ده ب1، وال3 باور اوف اكس زي ما هي. يبقى وصلنا في الاخر ان ده هو ده. كويس. which of the following the additive inverse of 3 باور اوف 3؟ اوكي 3 باور اوف 3 يعني equals
3 times 3 maybe maybe 3 times 3. So 9 times 3 27. Oh, so the additive inverse is negative The 2. additive inverse negative 27 and the multiplicative inverse is He one needs the over additive. He needs the additive. Which of I these know. choices? Which of these choices is Okay, negative negative. 27? Let's start with the first one. No, the first one won't. Then the first one is negative 125. No, the first one. And this is Yeah, negative 125. negative. How about this? 3 power of 3, 27. B and I mean C. Yeah, it's C. Yes. C. This is negative 27. Then it's And D is 1 1 over 3 power 3, so it's 1 over 27. It's the multiplicative inverse. Yes, excellent. But he needs the additive. Which of the following the additive inverse of 4 power of negative 2? Which of the following? Okay, additive inverse. So firstly, let's simplify it. So it will be 1 over 4 power 3. We will delete the negative sign on the exponent, and it will be 64. So the additive inverse is negative 1 over 64. Yes, excellent. It's negative 1 over 64. Which of the following is negative 1 over 64? I suppose it's not B. I mean C. It's not C. It's not C. Is It's not not C. C. Okay. Yeah. As 3. long as No, it's not A because it will be negative 64. We need negative 1 over 64. We have here, so it will be, I think it's negative 4 Oh, this one. This is the correct answer. exponent negative. Yeah, it's B. D will be, I think it's, Oh, which is D will be greater? the same. This is D. D is 1 Mister, over I 64. can't understand, like, D is 1 over 64. and he wants the negative sides, okay. Negative 2 power of Okay, 5 18 and the negative 2 power. actually is going to be negative number, correct? And this is going to be positive number without any answers. Which is greater? Because, wait, yeah, it's negative 2 power 10. Yes. طبعا هنا في السؤال ده برضه عشان لو حد مش فاهم Because احنا مش محتاجين نجيب because اجابات. is no, I don't know. Thanks Wise. Mute yourself. احنا مش محتاجين نجيب 91. اجابات. مش محتاجين نجيب اجابات. ليه؟ ان هو واحده البار بتاعها ايفن، واحده البار بتاعها اود، يعني هنا البار اود فالاجابه هتبقى نيجاتيف، وهنا البار ايفن فالاجابه هتبقى بوزيتيف. ده بوزيتيف وده نيجاتيف، والبوزيتيف اكبر من نيجاتيف. ممكن تجيب الاجابات على الكالكليتور لو انت عاوز. لو حد عايز يجيب الاجابات على الكالكليتور يقدر يجيب الاجابات على الكالكليتور وتطلع مع الاجابه دي وتطلع مع الاجابه دي ويشوف مين الاكبر. يعني الطريقه دي اسهل. طبعا عندنا هنا حاجه زي دي يا يوسف يا حسين. نيجاتيف 4 اول باور اوف 0 هتبقى كام؟ 0. لا اي حاجه باور اوف 0 ب 1. أمم. طب دي بقى هتبقى كام؟ دي هتبقى 0. لا احنا لسه قايلين اي حاجه باور اوف 0 ب 1. طب دي أيوة أي حاجة بغرب 0 1. هل دي بقى هتبقى 1؟ لا دي هتبقى نيجاتيف 1. ليه؟ لان مفيش اقواس. هنا في اقواس فالنيجاتيف طارت، انما هنا مفيش اقواس فالنيجاتيف هتفضل معانا. تمام؟ تمام. تمام. سؤال زي ده لسه قايل لك الفرق ما بين الجزء اللي على اليمين ده ب 1 انما الجزء اللي على الشمال ده ب 5، لان الاي باور اوف 0 ب 1، 1 تايمز 5 ب 5، ده كله على بعضه 1 يبقى هي 5 ماينس 1 تبقى 4. الاكس بتساوي الواي. طب لما تيجي تعمل رقمين شبه بعض ماينس هتبقى الاجابه 0. يعني لو ده 3 هيبقى ده 3، لو ده 5 هيبقى ده 5، الماينس بتاعهم هيبقى 0. اي حاجه باور اوف 0 1. الباور هنا ايفن فالنيجاتيف هتروح هتبقى 1. الباور هنا اود فالنيجاتيف معانا هتبقى 0. لسه حلينا. معاك الاكس معاك الواي، هات لي الاكس باور اوف واي. الاي بكذا، عايز ايه باور اوف نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 3 باور اوف نيجاتيف 2، يبقى هي 1 اوفر نيجاتيف 3 باور اوف 2 يعني 1 اوفر 9. which of the following is equals to negative 3a باور اوف نيجاتيف 2 جوه الابسوليوت. خلي بالك جوه الابسوليوت يبقى النيجاتيف هتتشال، يبقى انت عندك 3a باور اوف نيجاتيف 2 والابسوليوت ملهاش لازمه خلاص بقى لان النيجاتيف اتشالت.
فدي معناها 3 تايمز 1 اوفر a باور اوف 2 اللي هي 3 اوفر a باور اوف 2. يعني دي كده كأن تحتيها 1. 3 تايمز 1 ب 3، 1 تايمز a باور اوف 2 ب a باور اوف 2 يبقى 3 اوفر a باور اوف 2. هتاخدوا معاكم بقى في الواجب الجزء ده كمان. وبهذا القدر نجتزئ. كفايه عليكم كده. مراويح مراويح مراويح.